السيارة دي شيفورليه إصدار 51. دلوقتي ما هي إلا مجرد حديدة مرمية في مزرعة بقالها 10 سنين، غطاها الغبار من كل نواحي ومشي فيها الصدأ وكأنها نسيت أيام المجد. لكن النهارده جه وقت إننا نرجعها تاني للطريق. هنبدأ رحلة تحويلها من خردة مهجورة لوحش دراج ريس حقيقي. هنعيد إحياء المحرك من الصفر، وهنقوي الشاسيه عشان يستحمل قوة كبيرة، وهنعدي النظام التعليق عشان يديها الثبات والاندفاع اللي تستحقه. استعدوا معايا لرحلة التعديل المجنونة دي، لأن اللي جاي أقوى بكتير من اللي فات. قبل ما نبدأ ما ننساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. تعالوا نبص بصة على السيارة اللي هنشتغل عليها، ألا وهي الشيفورليه إصدار 51. السيارة مركونة في المزرعة بقالها 10 سنين، مطربة جدا من بره. السيارة محتاجة شغل كتير عشان تبقى سيارة دراج ريس قوية وسريعة. أول حاجة هنجيب الجرار عشان يسحب السيارة ويخرجها بره، لأنها مش بتدور ومفيش فيها محرك أساسا. سيارة الشيفورليه الكلاسيكية دي شكلها جميل قوي من بره، أنا متحمس أشوف شكلها النهائي هيكون عامل إزاي. أول حاجة لازم يبدأ على نظافة، هيبدأ إن يغسل السيارة من بره عشان يبدأ يشوف السيارة دلوقتي حالتها عاملة ازاي. السيارة بعد ما بتتغسل شكلها بيكون رائع جدا، خصوصا ان لونها اسود وهي اساسا سيارة كلاسيكية جميلة. خلينا ناخد ثرو باك لورا ونشوف السيارة اول لما سابها اشتراها. السيارة كانت محتاجة شغل كتير، اشتغل عليها كتير لحد ما رجعها وبقت سيارة عادية تقدر تسوقها في الشارع. لكن دلوقتي الهدف هو أكبر، هو إننا نخلي السيارة دي تنفع تبقى سيارة سباق دراج ريس قوية وسريعة. أول حاجة بيشتري سوبر تشارجر كبير جدا عشان يغطي محرك السيارة العملاق اللي هو بيكون V8، وهنتكلم عليه كمان شوية. بعد كده بيشتري بلوك صغيرة بتكون فاصلة ما بين هيد المحرك والسوبر تشارجر، ودي اللي بينتقل فيها الهواء من السوبر تشارجر للاسطوانات. طبعا السيارة من المحرك مش موجود فيها، المحرك دلوقتي راح عشان يتفك ويتعمل له صيانة ويتأكدوا ان المحرك سليم 100%. بنروح دلوقتي للمكان اللي المحرك مفكوك فيه. طبعا المحرك بيتفك قطعة قطعة عشان يتم تأكد ان اجزاء المحرك كلها سليمة، لان لما نيجي نعدل على المحرك لازم نتأكد ان كل الاجزاء اللي فيه سليمة، لان لو كان فيه اي جزء فيه مشكلة ده هيؤدي لمشاكل كتير قدام، وممكن المحرك ينفجر لانه مش هيستحمل كمية الضغط دي. بعد كده بيشتري ناقل حركة جديد. ناقل الحركة ده بيكون مخصص لسباقات الدراج ريس، وده اللي بيدي سرعات محددة لكل غيار، تقدر تتحكم في السرعات اللي انت عاوزها. بعد كده هندخل عشان نشوف السسبنشن الامامي والخلفي ونشيك على الفرامل. هنبدأ نرفع السيارة، وبعد كده يفك العجل الخلفي اليمين والشمال. بعد كده هيفك اول حاجة طبة الفرامل. الفرامل دي اسمها درام، وده نظام قديم للفرامل، بيكون عبارة عن قطعتين تيل من الداخل. لما بتدوس فرامل قطعتين التيل دول بيعملوا احتكاك مع الدرام، وده اللي بيؤدي إلى فرملة السيارة. طبعا النظام ده كان قديم جدا وليه مميزات وليه برضه عيوب. من أحد وأهم مميزاته إنه قوي جدا وبيوقف السيارة في أقل حاجة، لكن ليه عيوب كتيرة جدا. من أحد عيوبه إنه بيسخن بسرعة، ومن أكبر العيوب إن نتيجة احتكاك التيل بالدرام بيعمل رايش، والرايش ده بيتخزن جوه الفرامل، ودي مشكلة كبيرة لأن بعد كده بتعمل مشاكل وبتحتاج إنك تعمل صيانة دورية للفرامل، وده اللي أدى إن بعد كده لازم نشوف بديل. والنظام ده مبقاش موجود دلوقتي على العربيات الحديثة، كله دلوقتي بقى يستخدم نظام الديسك. بعد كده بيفك الرير سسبنشن ده برضه سسبنشن قديم بس باين عليه صدى ومحتاج إنه يتغير ويتركب مكانه واحد جديد. بعد كده بيبدأ يفك جزء نقل الحركة الخلفي. الجزء ده من المفروض انه يستحمل قوة كبيرة لانه هو المسؤول عن نقل الحركة للعجل، فلازم يكون قوي ومدعم. بيبدأ ان يفكه وينزل الزيت اللي فيه ويتأكد ان الاجزاء الداخلية بتاعته سليمة، وهيركنه عشان هيعدل عليه. بعد كده بننتقل للجزء الامامي من السيارة. بيبدأ يفك العجل الامامي، بيبدأ يفك السسبنشن الامامي لان برضه هيعدل عليه. السسبنشن الامامي بيكون حديث شوية الى حد ما، لكن برضه بيكون محتاج انه يتعدل عليه عشان يستحمل القوة الكبيرة. بينتقل بعد كده للعجلة التانية ويبدأ يفك أجزاء السسبنشن ذات نفسها ويتأكد إنها سليمة. بعد كده بيروح يفتح شنطة السيارة من ورا ويفضي المحتويات اللي فيها، ويبدأ يفك الجزء الهيدروليك الموجود في السسبنشن الخلفي. بيكرر نفس العملية في الجهة التانية ويبدأ يفك الجزء الهيدروليك سسبنشن من العجلة التانية. بيلاقي في طريقه تانك البنزين، بيبدأ يفكه لأنه أساسا مش هيحتاجه وهيغيره بعد كده لتانك بنزين تاني احترافي. بعد كده بياخد رحلة للسيارة عشان قرر انه يشتري كرسيين جداد للسيارة. بيلاقي اشكال كتيرة جدا للكراسي وبرضه أحزمة الامام. في الاخر بيرسى على الشكل ده. بعد كده بياخد الكرسي على عربيته وبياخده ويرجع للجراج. بيبدا يفك المسامير اللي مثبته الكرسي القديم في السياره. بعد كده بيخرجوا بره السياره، بيبدا ياخد ابعاد الكرسي الجديد ويتاكد ان اماكن التثبيت مطابقه ليها. بعد كده بيجيب الكرسي الجديد ويركبه مكان القديم. الحقيقي الكرسي الجديد شكله جميل جدا. بيبدا نركب في السياره ويختبر الكرسي الجديد عشان يشوف هل هو مناسب ولا لا، والحقيقي بيلاقي ان هو مناسب.
بس بيستغرب من القطعتين اللي موجودين جنب دماغه، لكن هو ما يعرفش ان الكرسي ده اساسا المفروض انه يكون لسيارات سباق الحلبات وليس سيارات سباق الدراج ريس، لان الجزء ده بيحمي راس السواق من انه يروح يمين ويسار في المنعطفات. بس عامه الى حد ما الكرسي كويس ومقبول. بيقفل على الجزء ده وبيجي بعد كده عشان يعدل على نقل الحركه الخلفي، بيبدا يجيب قطعه من الكرتون ويحطها عليه ويبدا انه يرسم عليها الاضافات اللي هيضيفها عليه. بعد كده بيبدا انه ينقل الابعاد دي على بايب من الحديد ويبدا انه يقطعه. بعد كده بيثبته على نقل الحركه ويلحمه عشان يديله متانه وقوه ويستحمل العزم الكبير. بعد كده بنكتشف ان هو غير الكراسي اللي جابها. زي ما قلت لكم الكراسي اللي كان جابها في الاول كانت مخصصه للحلبات اكتر وليس سباقات الدراج ريس، عشان كده راح غير الكراسي وجاب كراسي مخصصه لسباقات الدراج ريس. بعد كده بيروح يشتري ماسورتين حديد ودول اللي هيستخدمهم بعد كده عشان يعدل على اماكن تثبيت السسبنشن، لكن في واحده بتقع منه وهو جاي في الطريق، لكن لحسن حظه بياخد باله وبيرجع ويجيبها تاني وبيرجع تاني على الورشه الصغيره بتاعته. بيبدا انه يجيب قطع من حديد ويعمل الشكل اللي هو محتاجه عشان يستخدمه في تعديل على السسبنشن الامامي للسياره. طبعا بيستخدم قطع الحديد اللي جابها، بيبدا ياخد الابعاد ويقص القطع زياده وبيدق عليها عشان يفردها، وبيبدا يلحم الجزء اللي عمله فيها وبياخده عشان يركبه على السياره. بيتاكد الاول المقاسات مظبوطه، بعد كده بيرجع يضيف باقي اللحامات وبيجيب السوسن الجديده ويتاكد انها مطابقه للتصميم اللي هو عمله. بيروح يجيب بايب التاني عشان يعمل القطعه التانيه. بعد كده بياخدهم يلحمهم في اماكن التثبيت والحقيقه شكلها بيكون مناسب جدا. بعد كده بيرجع تاني على الري سسبنشن، وهنا بناخد بالنا انه اشترى جنط جديد عريض وده اللي هيركبه على السياره. طبعا بيجيب سسبنشن خلفي جديد وبيجيب معاه قطع جديده، القطع دي هتزود الثبات اكتر. بيبدا انه يشوف كتالوج التثبيت ويمشي معاه واحده واحده عشان يثبت كل حاجه صح. طبعا النظام الجديد ده هيساعده في انه يغير ارتفاع السياره. بيبدا يركب فيه قطعه قطعه، بعد كده بياخده عشان يركبه على السياره. بيبدا انه يركبه تاني زي ما فكه، بس طبعا هنا بيركب الجديد وليس القديم. بعد ما بيركب الجزئين اليمين واليسار بيبدا يجيب نقل الحركه الخلفي واللي هيركبه مكانه، بس طبعا بعد ما عدل عليه. تركيبه بيكون سهل جدا. السيارات الكلاسيكيه فكها وتركيبها بيكون سهل لانه ما بيكونش فيها قطع كتير وكلها بتكون انظمه قديمه وسهله. بعد كده بيقرر ياخد بريك شويه ويطلع بالسياره، وهنا بيروح عشان يشتري قطع جديده للسياره، وبيقرر برضو انه يشتري اطارات جديده للسياره. الاطارات دي بتكون كبيره وعريضه، ودي الاطارات اللي بتكون مخصصه لسباقات الدراج ريس. طبعا حجمها باين جدا. بياخدهم يحطهم على عربيته ويرجع تاني للورشه. بعد كده بياخد الاطارات ويركبها على الجنوط، وهنا شكلها بيكون باين قوي، بس شكل الجنط ده مش عاجبه، فبيبدا انه يقطع حلقه الجنط الداخليه. بعد كده بيقرر ان هو يدخلها لجوه شويه عشان يخلي الاطار بارز لبره اكتر ويدي الشكل الجمالي المعروف للسيارات الدراج ريس الامريكيه. طبعا مع تركيب اطارات عريضه وكبيره زي دي مش هينفع انه يركبها في مكانها القديم، لان حوض الاطارات الاستوك بتاع السياره بيكون صغير، فبالتالي لازم يفصل حوض اطارات جديد. فبيبدا انه يصمم واحد جديد وبيبدا انه يلحم الاجزاء بتاعته ويركبها مكان الجديد. بعد كده بيدهن الجنوط اللي عدل عليها اللون الاسود. الحقيقه اللون الاسود عليها جميل جدا، وبيركب الاطارات مكانها في السياره عشان يشوف شكلها هيكون عامل ازاي. الحقيقه السياره شكلها بدا ينطق لكن لسه فيها شغل كتير. بيرجع تاني لتفصيل حوض الاطارات لانه خلاص ركب الاطارات، فبالتالي هيقدر انه يشوف الحوض هيكون مناسب ولا لا. بعد ما بيفصل الحوض بيبدا انه يلحم الاجزاء بتاعته وبياخده عشان يلحمه في شاسيه السياره. بيكرر نفس العمليه في الجهه التانيه وبيعمل الحوض التاني. بعد كده بيبدا انه يقفل الفاصل ما بين شنطه السياره وكابينه السائق. بيبدا انه يفصلها شويه قطع ويلحمها في فاضي السياره. بعد كده بيجيب مضخه بنزين جديده وبيجيب برضه بطاريه جديده للسياره. مضخه البنزين الجديده دي هتكون قويه وهتساعد ان المحرك يوصل له الكميه المناسبه من البنزين عشان يحصل على اعلى كفاءه. بيبدا انه يشد اسلاك التوصيل الخاصه بالمضخه ويوصلهم بالاماكن المخصصه ليها في كابينه السائق، ويبدا انه يتشك على باقي الاسلاك. بعد كده بندخل على جزء السمكره. يبدا انه يسمكر السياره كلها ويتاكد ان كل حاجه تمام، ويبدا انه يجيب طبقه المعجون الاخيره عشان يملى الفراغات اللي مش بتشاف في العين المجرده. بعد كده بيقرر ان هو هيغير خزان الوقود وهيجيب مكانه خزان وقود احترافي بسعه اكبر وبخامات احسن. بعد كده بنروح لمرحله طلاء السياره. الاول بيرش السياره بطريقه البرايم عشان الصدى، بعد كده بيديها اللون الاسود الستوك بتاعها. الحقيقه السيارات الكلاسيكيه اللون الاسود عليها بيكون جميل جدا وبيديها لمحه خاصه. السياره بعد الطلاء شكلها جميل جدا، ناقصها شويه لمسات وتركيب الموتور وهتبقى وحش على الطريق. بيبدا انه يركب كل الاجزاء اللي فكها بالنقل الحركه الخلفي. بعد كده بيبدا انه يركب اجزاء السسبنشن الاماميه الجديده. طبعا اشترى قطع جديده. السسبنشن الجديد ده هيقدر يتحكم في ارتفاعه وصلابته زي ما هو عاوز. بيبدا انه يركب السسبنشن الجديد في القطع اللي هو عملها القديمه. بيبدا يتاكد ان كل الابعاد تمام ويلحم كل حاجه، وده شكلها بعد التركيب. شكلها جميل جدا، سسبنشن جديد وهيساعد في الاداء كتير قوي. بعد كده بيجيب العجل الخلفي وبيركبه في السياره عشان يزقها ويطلعها بره الجراج. السياره دلوقتي بقت بره الجراج،
تحت المطرة، شكلها جميل جدا. اللون الاسود ده بيدي طابع جميل جدا للسيارات الامريكية الكلاسيكية. بعد كده بيشتري 2 كربيراتير عشان يركبهم على السوبر تشارجر، 2 كربيراتير من نوع تي ام سي، كربيراتير عملاق بفتحات ادخال هواء كبيرة عشان يدخل كمية هواء كبيرة للمحرك. بعد كده بيرجع تاني للسيارة وبيركب قطع ألمونيوم داخلية للأبواب، وبيجيب الكنبة الخلفية وبيبدأ إنه يركبها تاني مكانها، لأن الكنبة الخلفية كده كده ملهاش لازمة، فهو هيجيب الكنبة القديمة ويركبها مكانها وبس. بعد كده بيشتري فريمات معدنية للأبواب وبيبدأ إنه يركبها مكانها بالبرشام. الحقيقة شكلها بيكون مميز جدا. دلوقتي السيارة مش ناقصها غير القلب النابض اللي هو المحرك عشان تقدر تخرج للشارع. بس قبل ما ينتقل لجزء المحرك قرر انه يضيف رول كيج للسيارة، لأن الأمان هو العامل الأساسي. الرول كيج الجديد ده بيغطي السيارة كامل من جوه. الرول كيج أساسا هو بيكون عبارة عن مواسير من الحديد بتكون مغطية كابين السواق كاملة من الداخل عشان تحميه في حالة التصادم. بعد كده بيقرر انه يعمل فتحة في الكبوت ويعليه شوية من قدام عشان ياخد شكل السيارات الأمريكية المتوحشة، ويبدأ انه يضيف القطع الكبيرة وبيبدأ انه يلحمها بفايبر جلاس. الحقيقة أنا مش عارف هو ليه لحمها بفايبر جلاس، ليه ما عملهاش نقط لحام عادية؟ بس للمعلومية الفايبر جلاس لما بينشف بيكون قوي جدا. بعد كده بيجيب ماكينة اللحام ويبدأ انه يلحم الرول كيج في الشاسيه ويلحم نقط تثبيت تانية هيحتاجها بعدين. بعد كده بيبدأ انه يعمل طبقة عازل كاملة للسيارة من الداخل عشان تحميها من الرطوبة والصدأ وغيرها. بعد كده بيبدأ انه يرش الكبوت بعد ما عدل عليه باللون الاسود اللي هو لون السيارة الأصلي، وبيبدأ انه يركبه تاني على السيارة. الحقيقة شكله بيكون جميل جدا. بعد كده بيبدأ يلاقي بعض أجزاء الشاسيه من السيارة مش مدعمة كويس وممكن تتكسر من أقل خبطة، فبيبدأ إنه يعمل لها أجزاء تدعيم ويلحمها. بعد كده بيقرر إن هو يشتري باراشوت صغير للسيارة، وده بيدي شكل جمالي لسيارات الدراج ريس، وغالبا مش هتشوفه إلا على سيارات الدراج ريس بس. بيبدأ إنه يعمل له مكان تثبيت، ومن مكان التثبيت باين قوي إن هو للشكل الجمالي بس، وبيبدأ إنه يشد كابل التشغيل بتاعه لكابينة السائق. بعد كده بيبدأ يشتري الشبكة الأمامية للسيارة، ودي بتكون الشبكة الأصلية للسيارة. بعد ما بتتركب بتدي شكل جميل جدا للسيارة. السيارة خلاص تعتبر بنسبة 90% انتهت، مش باقي بس غير جزء المحرك، وده شكل السيارة من الداخل. شكلها جميل جدا متوحش، باين قوي ان السيارة دي معمولة للسباقات بس. بعد كده بيقرر انه عايز يعمل ساوند سيستم للسيارة. بعد كده يبدأ يجيب قطعة من الخشب ويقطعها على شكله مثلث لانه هيثبتها بعد كده في الرول كيج، وبيبدأ انه يقطع مكان السماعات وبيركب السماعات في الخشب. بعد كده بيبدأ انه يركبها في السيارة، شكلها بيكون جميل جدا. بعد كده بقى نيجي للجزء اللي احنا مستنينه، الا وهو جزء المحرك. وده بيكون محرك السيارة، بيكون محرك V8 بسعة 7 لتر، بينتج قوة قدرها 505 حصان مع عزم أكثر الدوران بيكون 637 نيوتن، بنقل حركة يدوي 6 سرعات. الحقيقة الأرقام دي قوية جدا على السنة اللي نزل فيها السيارة. بيبدأ إنه يركب المحرك ويركب عليه السوبر تشارجر ويركب الاتنين كربيراتير اللي جابهم. بعد كده بياخد المحرك ويركبه على داينو مخصوص للمحرك، وده بيقيس قوة الإحصنة والعزم اللي طالع من المحرك مباشرة. أنا عايزك بس تسمع صوت المحرك وهو على الداينو ده، صوت محرك V8 القوي جدا. المحرك من أول تيست بيطلع 950 حصان و445 نيوتن متر من العزم، وكل ده ايه على 6700 RPM بس. الحقيقة هو مرضاش يضغط على المحرك أكتر من كده، لكن احنا عارفين ان محركات V8 الأمريكية تقدر تجيب 1000 حصان مستريح. بعد كده بنيجي للحظة المنتظرة، بيبدأ ان يرفع المحرك عشان يسقطه جوه السيارة. بعد كده بيبدأ ان يجيب سبيسرز للكربيراتير عشان يرفعه أكتر ويدي الشكل الجمالي لمحركات V8 الأمريكية. بس بعد كده بيلاقي ان انتيك السيارة بيخبط في الكبوت، فبيضطر ان يقص الكبوت من فوق عشان يخرج منه الانتيك ويدي شكل اجمل للسيارة. بعد كده نيجي لاكتر حاجة بنحبها، الا وهي الاكزوست. بيكون عايز يعمل اكزوست مشابه للسيارة الكلاسيكية دي، واللي هو بيكون سايد اكزوست. بيبدأ يرسم مخطط للديزاين اللي محتاج يعمله. بعد كده بيروح يشتري بايبس عشان يبدأ يشوف الابعاد اللي هو محتاجها، ويبدأ يعمل حفرة بال السيارة من بره عشان يخرج منها الاكزوست، وبيكون ده الشكل النهائي للاكزوست. بعد كده بيركب هيدرز جديدة للموتور، ودي اللي هتساعد في خروج هواء اكتر وهتدي قوة اكبر للمحرك. وده بيكون شكل السيارة النهائي، شكلها مرعب جدا. سيارة شيفروليه موديل 51، سيارة كلاسيكية لونها اسود متعدلة عشان تكون سيارة دراج ريس قوية. بيبدأ انه يعمل تشيك اخير على السيارة عشان هيشغل المحرك لأول مرة داخل السيارة. بس قبل ما يشغل المحرك بيقرر انه هيركب مارش جديد للسيارة، وده بيكون شكله مارش كبير جدا عشان يقدر يشغل ال8 سلندر موجودين في المحرك. بعد كده بيدور السيارة وبتدور معاه من أول مرة. وتعالوا نسمع صوت المحرك V8 الأمريكي.
بعد كده قبل ما يطلع على الحلبة بيقرر إنه يعمل دعامات خلفية للسيارة عشان يمنعها من إنها ترتفع من الأمام لما يجي يدوس. بيعمل لها الأول ديزاين، بعد كده بيبدأ إنه يقطع المواسير بالأبعاد بتاعتها، بعد كده بيبدأ إنه يلحم المواسير وده بيكون شكلها النهائي. ودلوقتي تعالوا نشوف الشكل النهائي للوحش. لو جينا رجعنا شوية لشكل السيارة بعد ما اتغسلت هنلاقي إنها سيارة عادية جدا تنفع تمشي في الشارع، لكن دلوقتي السيارة دي بقى ممنوع أبدا إنها تمشي في الشارع. السيارة شكلها بقى جميل جدا. بعد كده بياخد السيارة ويطلع على الحلبة وبيبدأ إنه يجرب ويدوس وبيكسب أي حد يجي قدامه. رحلة مش سهلة خالص. لو كنت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا فأنا أحييك، لأن دي مجرد بداية واللي جاية أقوى بكتير. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش الفيديوهات الجديدة. لو عندكم أي أفكار ما تنسوش تشاركونا رأيكم في الكومنتات. أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.